لان ايه، لا بقاء على اللبن المسكوب يا فرغلي. وفكك من حتة السن وانك عشان تبقى ناجح لازم يبقى عندك مصلحة واتنين وبيت وعربية وزوجة وانت لسه ما حصلتش ال30. دي يا ابني اكذوبة اوعى تقع فيها. العمر مجرد رقم وعمرها ما هتتحسب كده. يعني من الاخر انت ممكن توصل متأخر بس هترتاح احسن واكتر من اللي وصل قبلك. ايه يا ابني، مالك؟ مفيش حاجة. طب الحمد لله. قصدي مفيش حاجة تبسط، كله زفت. في ايه يا عم؟ سنة طويلة عريضة ما فيهاش دقيقة واحدة عدلة. الأيام كلها بقت شبه بعض، الفرق بس إن كل يوم بيبقى أسود من اللي قبله. يا ساتر يا رب. ايه يا ابني كم الاكتئاب ده؟ من غلب يا اسطى. شاب 20 لسه بيبدأ حياته وفجأة الاقيها مسدودة من كله. لا تعليم جاي معايا سكة ولا شغل نافع ولا حياة من أساسه. قوم بس نصلي سوا نرجع نكمل كلامنا. بينا صح. انا بس اللي عايز افهمه حاجة واحدة بس، انت جايب الهدوء النفسي ده كله منين يا اخي؟ اصل غريبة برضه، انت حالتك زي حالتي بالظبط، فازاي بقى؟ انا اقولك، الهدوء النفسي ده بيبدأ من المكان اللي احنا لسه جايين منه. تقصد الجامع؟ طبعا. اول ما ربنا بيبقى حابب انه يشوفك دايما ويحببك في الوقوف قدامه، هتلاقي نفسك منتظم في اداء الفروض الواجبة عليك، وهيبدأ السلام النفسي يدخل قلبك. ومن بعدها هتلاقي الدنيا بقت اسهل، واي حاجة انت عايزها سكتها هتكون سهلة بإذن الله. انا بجد نفسي انتظم في الصلاة، ونفسي اعمل حاجات كتير قوي مش عارف اعملها ومش عارف ايه السبب. قبل ما تحاول تعرف السبب، اعرف انت جاي الدنيا دي ليه. اقعد مع نفسك قعدة طويلة كده، شوف انت حققت ايه في السنين اللي فاتت ووقتك ضاع في ايه. مجهودك راح على الفاضي ولا انت اصلا ما حاولتش تتعب؟ خلاص خلصت حسبتك، ايا كان بقى النتيجة اللي طلعت لك ايه، بس الاهم انك تكون راضي رضا تام عن حياتك عموما. لان ايه، لا بقاء على اللبن المسكوب يا فرغلي. فرغلي مين يا اسطى؟ انا حسام صاحبك. المهم، اللي انا لاحظته فيك انك واخد بالك من اللي راح واللي جه، واللي طلع 7 سما واللي نزل 7 ارض، واللي اتجوز واللي طلق، وانت قاعد كده متفرج، محاولتش تاخد عبرة من اللي بتشوفه حتى. وان مثلا ده اجتهد ومشى بالحلال فربنا وفقه، وده بعد ما ربنا اداله من خيراته افطر، فجاب وراه ورجع لاصله. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان بما انك مدقدق ومفتح عينك على الناس قوي، ركز في حياتك احسن وبلاش تحقد على ده او تشمت في ده، لان انت الوحيد اللي خسران. ايه خسران؟ ازاي بقى ان شاء الله؟ واكبر خسران كمان، يعني اللي طلع فوق ده بقى ناجح ومستور بخيرات ربنا، فعرف قيمة اللي في ايده وحافظ عليه. ده حتى اللي خسر كل حاجة في ايده يكسب كل حاجة تاني، لان ببساطة هو عارف الغلط فين. فبالتالي واحد حافظ على مكسبه والتاني هيعرف يعوض خسارته. اوف، تصدق انا اكبر خسران فعلا. بس كده يا سيدي، هي دي الحكاية. طب لو قلت لك ان انا نويت من دلوقتي ان ابدا بدايه صح عشان اوصل للي انا عايزه. بص، انت لو من الناس اللي ماسكه السنين كانها عداد او بتعامل ال 12 شهر كانهم تقفيل تارجت، فحب اقول لك انك تراجع نفسك اخر 365 يوم، تشوف بقى انت بداتهم ازاي ونهيتهم فين. اتعلم من غلطاتك وحاول تستثمر كل دقيقه في حاجه مفيده. خصص وقت لكل حاجه، ما تحطش ضغوط على نفسك، لان تراكم المسؤوليات لفترة طويلة هيسبب لك فقد شغف. اما بقى لو مش بتعتمد سنين وعايشها على الله من غير ما تحسب لها، فحب اقولك ان ده احسن لك. انت بس حاول تغير من نفسك للاحسن مهما كانت الظروف صعبة، واوعى تسيب نفسك للافكار السلبية اللي حواليك او تستسلم وتمشي مع التيار والسلام. لا، ده انت اللي تتحكم في دنيتك وتعمل لنفسك كيان شخصي وتحط نفسك في مكانة تناسبك. وده عشان تشرف اللي انت بتنتمي ليه وتخليهم كده يحسوا بالفخر ان انت واحد منهم. خليك انت دايما صانع الحدث بس بالعقل والمفهومية. ونصيحة، ما تحاولش تستعجل، خد الامور ببساطة وخليك رايق وانت هتطلع كله على المظبوط. وفكك من حتة السن وانك عشان تبقى ناجح لازم يبقى عندك مصلحة واتنين وبيت وعربية وزوجة وانت لسه ما حصلتش ال30. دي يا ابني اكذوبة اوعى تقع فيها. العمر مجرد رقم وعمرها ما هتتحسب كده. معلم والله. ولو مش مقتنع فهضرب لك مثال صغير. اضرب. ماشي يا اخويا هضرب لك. عندك واحد زي اوباما رئيس امريكا الاسبق، تقاعد وهو عنده 55 سنة، في حين ان ترامب تولى الرئاسة وهو عنده 70 سنة.
بلاش ده. مثلا واحد بقى رئيس تنفيذي لشركة كبيرة وهو عنده 25 سنة بس، ولكنه توفى وهو عنده 40 سنة. اتعين مكانه واحد في نفس المنصب عنده 50 سنة بس ده توفى وهو عنده 90 سنة. كلام جميل بس انا مش فاهم حاجة. يعني من الاخر انت ممكن توصل متأخر بس هترتاح احسن واكتر من اللي وصل قبلك. فمن الاخر فكها على نفسك يا اخويا وعقلها واحسبها على اقل من مهلك عشان تطلع بافكار مظبوطة تبني عليها مستقبل ناجح يريحك انت واللي حواليك. والمضمون من الرواية ان 2022 او 23 عمرها ما هتغير فيك ولا فيا اي شيء. الزمن هو والفرق بس في التطورات اللي بتحصل واللي سببها بيكون انت برضه. فالخلاصة انت اللي قادر تغير لانها من غيرك ما كانتش هتبقى موجودة. انا كده خلصت، يا ريت تدعمني لو شايف ان انا استحق، وحاول تشوف لي فيديوهات تانية وسيب لي كومنت برأيك. استناني في الفيديوهات الجاية، تابعني على باقي المنصات لو حابب اسيبها لك تحت في الديسكريبشن. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.